الخبر اللي يمكن الابرز هو يعني البدايه ديال التدريب ديال الكوكب المراكشي، واخيرا يعني بدا التدريب. باش نشوفوا كيفاش بدا التدريب غادي نرجعوا من اخر محطه اللي هي الجمع العام اللي كان في الاخر، واللي كان يعني تاجل لعدم اكتمال النصاب. كان هناك حديث على انه واحد الجلسه مع المنخرطين فيما بيناتهم، وكان واحد التوافق يعني يرمي الى انه اللائحه المرشحه الوحيده اللي مرشحه للرئاسه يعني الاعضاء ديالها خداو تعهد من عند الرئيس الحالي نعيم راضي مبارك على اساس انهم يبداو الخدمه من دابا في انتظار انه يدار الجمع العام، وهو يعني في المسائل الاداريه راه غادي تكلف توقيع جميع الوثائق الاداريه. من بعد يعني الجلسات ديال اللائحه ديال الحانيس بيناتهم، في الاول يعني وافقوا، بداو داروا اتصالات بعض المدربين، توصلوا يعني اتفاق مبدئي مع السي محمد القيصر باش يشرف على تدريب الفريق. ولكن يعني بعد فتره قصيره يعني عاود تراجعوا على القرار ديال انهم يبداو العمل من الان، وقالوا بانه حنا غادي ننتظروا حتى الجمع العام، عاد يمكن نفعلوا الاتفاق مع المدرب ونشوفوا التعاقدات اللي غادي نديروا في هذا الوقت. يعني الرئيس الحالي والمسيرين الحاليين بادروا باش انه تبدا التدريب، وبالتالي فيعني اللي باقي الان اشرف على بدايه التدريب هو نعيم مبارك الراضي. عيط للصف اللي كان العام اللي فات باستثناء ميمون المختاري اللي يعني كان كاين عنده عقد مع فريق الكوكب المراكشي، ولكن يعني باقي ما التحقش نظرا لانه عنده مستحقات ديالو. كان دار رساله لاداره الكوكب المراكشي كيطلب منهم يعني ايجاد حل الوضعيه ديالو. واللي اشرف على التدريب هو المدرب المساعد جواد حميدتو، هذا اللي كان مع ميمو المختاري الموسم الماضي، وهو اللي كان يعني كيكون في البونطوش ديال الكوكب، هو اللي كان كيسير المباريات، بينما ميمو المختاري كان يعني حيت ما كانش عنده الرخصه الجامعيه ديالو فكان كيكون في المدرجات. واللي كان في البونطوش هو جواد حميدتو المدرب المساعد، واللي هو اليوم اللي اشرف على اول حصه الى جانب مدرب الحراس احمد فوناكا والمعد البدني عبد اللطيف بوموكاي. دونك يعني التدخل او يعني التوافق ما بقاش، وبالتالي فاللائحه ديال حانيش الان باقي ما بداوش كيسيروا، وكيتسناو حتى الجمع العام المقبل اللي كان تحدد ليه تاريخ ديال نهار 26 في الشهر الجاري. الان ناعم راضي مبارك هو اللي باقي كيسير، وهو اللي اعلن على بدايه ديال التدريب، ونادى على الطاقم التقني اللي ذكرنا، وتكلف جواد حميدتو باش انه اتصل باللاعبين وجمعهم 16 لاعب اليوم اللي خداو الحصه التدريبيه الصباحيه. 16 لاعب فيهم لاعبين بطبيعه الحال اللي عندهم كونطرا مع الكوكب واللي جاو، وكاينين اللاعبين اللي جاو من الامل ومن الشباب ديال الكوكب المراكشي. 16 لاعب بداو اليوم، حصه واحده هي اللي كانت اليوم، على اساس انه ابتداء من غدا غادي يداروا جوج ديال الحصص، حصه صباحيه وحصه مسائيه، في انتظار يعني انه نشوفوا شنو اللي غيوقع على مستوى الاداره باش يقدر نشوف واش غيكونوا تعاقدات، واش غيكون كونسونطراسيون. هادشي كله باقي ما عرفناش، تنتظروا شنو اللي غي تجيب الايام المقبله على مستوى التسيير وعلى المستوى الاداري ديال فريق الكوكب المراكشي. يعني البروغرام باقي لحد الان فيه غير نبداو التدريب دو سيونس بار جور ابتداء من غدا، شي حاجه اخرى باقي ما معروفه. ولكن يعني على الاقل اليوم بدات انطلاقه التدريب، لانه واحد لومومو ايوب كنا غنمشيو شي حوايج ما زوينينش، يعني شي حوايج اللي كيصغروا من الكوكب، لانه قبل ما اعلن على الانطلاقه الرسميه ديال التدريب اليوم فكانوا بعض المنخرطين اتفقوا مع واحد جوج الاطر مراكشيه وقال لهم راه غادي تبداو بالفرقه، وبيولي داكشي يعني بيولي داكشي صغير، يعني بحال شي حاجه اللي غير اللي جاي يقضي الغرض واللي جاي يجيب مدرب ويبداو التدريب. وبالتالي فكان غندخل واحد رغم ان الاطر اللي تذكرت اطر مراكشيه وعندها غيره على الفريق، ولكن الطريقه باش غير اللي جا غادي يكون من المنخرطين ويقول لي الجوج مدربين اجيو يشرفوا على الفرقه كتبان ماشي سليمه. وبالتالي فالانطلاقه الان على الاقل كاينه الانطلاقه ديال التدريب، في انتظار انه الناس يتفاهموا بيناتهم، يعطونا مكتب مسير اللي نقدروا نعرفوه ويقدر يوجد الفرقه ويقدر يدير تعاقد
مع مدرب اخر ولا يخلي الستاف اللي كاين دابا يقدر يدير تعاقدات مع لاعبين ونشوفوا كونسونطراسيون ونشوفوا حل المشاكل الماديه. دونك كلشي هادشي باقي معلق، ولكن على الاقل خطوه للامام. اليوم بعدا شفنا التدريب ديال الفريق بدا تأيب يعني العجله بدات كدور، نستناو نشوفوا السرعه اللي غادي بها العجله، واخا باديه ثقيله ولكن على الاقل يعني تغيرت شي حاجه، وداك الامور اللي كانت راكده تحركات في انتظار انه نشوفوا الايام المقبله شنو غتجيب لنا على المستوى الاداري، اللي بطبيعه الحال من خلال التغييرات اللي غنشوفوا او القرار النهائي اللي غادي يكون هو اللي غادي يأثر على يبان لنا على مستوى يعني التعاقدات وعلى مستوى كذلك الرفع من نسق استعدادات الموسم المقبل. ايوه جواد حميتو لونترينور ادجوان ديال الكوكب يتكلم على اول حصه تدريبيه اخيرا في هذا الموسم الكوكب. Pour rien vous cacher, la situation ديال الكلوب كاسيام très très compliquée. ومن بعد السوفتاج ديال ليكيب والبقاء ديال الكلوب في القسم الوطني الثاني احترافي. On a voulu définir les objectifs de la saison prochaine, donc 2020-2021. Malheureusement, on est resté sans réponse étant donné qu'ils avaient une assemblée, donc il fallait élire un président. Donc, بقى واحد الفراغ كبير وغموض. On est resté spectateur ديال la situation. On peut pas laisser le club faire de la situation. Donc, خدينا بزمام الأمور étant donné que moi et le staff actuel est toujours lié au club. Donc, après discussion avec le président actuel, parce qu'il est toujours là, c'est Naïm Radi. On a convoqué les joueurs qui sont toujours sous contrat avec le club. On a commencé la séance ce matin en espérant que la situation il va évoluer dans le bon sens. ونخرجوا بشي نتيجة إيجابية. وكنا راه الإشارة ديال الجميع وراه الإشارة ديال الكلوب. إلا كان شي كوميتي جديدة مرحبا si on travaille ensemble, si on travaille pas ensemble, on peut passer la main اليوم. ما عندناش إشكالية في هذا. L'essentiel هو que le club fonctionne ويمشي في الاتجاه الصحيح.